ان شاء الله. معانا النهارده هي في نادي الزمالك ونادي فاركو. المباراه دي نادي الزمالك بدأ فيها بتغييرتين. بدأ بفتوح على الجبهه اليسرى على حساب بنتاي، وده لسببين. السبب الاولاني ان فتوح بيقدر ان هو يشارك في بناء اللعب وبيفضل واقف مع دفاع طبعا شيكو بنزا على الطرف الايسر، لانه ما بيشغلش الباك اللي معاه بالشكل اللي نادي الزمالك محتاجه او الباك محتاجه ان هو يشارك فيه هجوميا. الحاجة التانية طبعا رجوع فتوح للملعب ومشاركته عشان يستعيد بعض النشاط الفني في المشاركة في المباريات. التغييرة التانية طبعا نادي الزمالك ابتدى ان هو مدير فني يتطور ويقرا طبعا المشاكل اللي عنده، وواضح ان الراجل عنده مرونة تكتيكية او مرونة في الفكر الفني بتاعه ان هو يصلح الاخطاء اللي كانت موجودة في المباراة السابقة. نادي الزمالك زي ما قلنا قبل كده عنده مشكلة في العمق وكان محتاج وجود دونجا. المباراة دي تحقق اللي احنا قلناه، دونجا موجود في منتصف الملعب عشان يغطي على الحته بتاعت المشاكل بتاعت العمق الدفاعي في منتصف ملعب نادي الزمالك. نادي الزمالك ابتدى المباراه طبعا ضاغط على نادي فاركو، بيحاول ان هو يحرز هدف مبكر، بيحاول يضغط من الاطراف سواء الفينا اللاعب الراعي اللي قلنا عنده امكانيات كبيره جدا ونادي الزمالك بيعتمد عليه كحل من الحلول، يخش العمق ان هو بيجد ان هو يصنع اللعب او يخلق فرص، يحرك عمر جابر على الطرف الايمن عشان يعمل عرضيات. بالاضافه انه بيحاول كمان يحرك اللاعب سواء ناصر ماهر او شيكو بنزا اللي كانوا بعد مرور وقت طبعا بتغير مركزهم، دخل ده في منتصف الملعب ده دخل للطرف. لكن نادي الزمالك ابتدى طبعا يحصل له مشكله شويه في المرتدات، لانه ابتدى نادي فاركو يعتمد شويه على الكور العاليه، وكان في برضه في بدايه المباراه سرعه شويه من نادي فاركو في عمل المرتدات، بيعتمد طبعا بسرعات كبيره اللي موجوده عند كريم الطيب او اللاعب طبعا عرفات او فخري. انه فخري ان اللعيب بيقدر ان هو لعيب اصلا صانع لعب في منتصف الملعب بيجيد التمرير، ونادي فاركو بيستعين بيه على الطرف او ساعات بيسيبوه حر، سواء يعني جبهه اللعب سواء في الجبهه اليمنى او اليسرى، لعيب متحرك ونشيط. لكن طبعا الخطوره بتاعت نادي فاركو ما كانتش كبيره او ما كانش بالشكل الكافي، لكن كان فيها بعض الازعاج في السرعه بتاعت المرتدات بتاعته. نادي الزمالك كان بيلعب بالطريقه طبعا في بناء اللعب اعتماد على عبد الله السعيدي، كان بينزل عشان يستلم من قلبي الدفاع ويبتدي ان هو يوجد حلول، لانه دونجا عنده عيب كبير جدا في حته بناء اللعب. انت لعيب ديفندر يعني دفاعيا اعلى شويه، لكن ليك دور طبعا مهم في بناء اللعب، لازم يبقى فيه هدوء شويه. دونجا ساعات بنلاحظ ان هو ساعات مندفع قوي فيترقص بسهوله، او مندفع قوي يعمل اخطاء على نادي الزمالك. بالاضافه انه ساعات بيستعجل تلاقيه بيطفش كور كتير بتضيع نادي الزمالك الاستحواذ بتاع الكوره. المفروض تبقى اهدى من كده، المفروض ديفندر تبقى يعني تشارك في بناء اللعب الاستحواذ على الكوره، ودي مشكله كانت عند دونجا. عشان كده نادي الزمالك عوض الحته بتاعت العمق الدفاعي شويه، لكن دونجا عنده اخطاء لازم يتداركها بمرور الوقت، والا بعوده لعيبه زي ربيع جهاد لنادي الزمالك هيلاقي نفسه بيخسر مركزه في نادي الزمالك او في تشكيله نادي الزمالك. ودي وجهه نظري، يمكن وجهه نظر ناس كتير جدا بتتفرج على نادي الزمالك. عبد الله السعيد نجم وهو حل كبير جدا للنادي الاهلي سوري لنادي الزمالك في منتصف الملعب، لعيب بيجيد التمرير لعب تحويل الهجمات. يعني عبد الله السعيد لو بيبدا الهجمه بيستلم على الجبهه اليسرى بيقدر ان هو يحول الكوره على الجبهه اليمنى لاخوان فينا او عمر جابر، وده ترحيل لانه اللعب كان بيبقى مترحل على الجبهه اليسرى في مساحات على الجبهه اليمنى، والراجل ده كان قام بالحته دي كذا مره سواء على الجبهه اليمنى او كذا الجبهه اليسرى. وده بيبقى بسبب انه طبعا جناحات نادي الزمالك تبقى فاتحه الملعب، ومع الضغط بتاع نادي فاركو الدفاعي بيبقى فيه مساحات على الطرف الثاني لو اتعملت بسرعه يقدر نادي الزمالك ان هو يستغلها. لكن نادي الزمالك برضه كان فيه مشكله ثانيه في منتصف الملعب. عبد الله السعيد هو نجم منتصف الملعب، فناصر ماهر ودونجا محتاجين تطوير. ناصر ماهر محتاج ان هو يتحرك في قلب الملعب اكتر من كده، انت صانع لعب، انت لعيب عندك حريه شويه، فلازم تميل مش مجرد انك تتحرك على الاطراف بس، لا انت المفروض تخلق حته مساحه او مواقع للتمرير لزملائك سواء دونجا او عبد الله السعيد او حتى الاجنحه سواء طبعا فينا او شيكو بنزا، لانه ده ظهر مع دخول شيكو بنزا وترحيل ناصر ماهر على الطرف. ده ادى النادي الزمالك الحته الدفاعيه، ناصر ماهر بيقوم مسانده فتوح لان فتوح لسه رجليه مش في الملعب بشكل كافي. لكن شيكو بنزا في الهجوم لعيب صعب، لعيب يخض، لعيب بيستلم الكوره وما بيهابش، بياخد الكوره وينطلق على الدفاعات ويحاول ان هو يوجد يعني طبعا مساحه او صناعه اللعب
بجانب عدي، كأن نادي الزمالك بيلعب برأسين حربة، لأن عدي ساعات بينزل لتحت شوية عشان يستلم ويبني الهجمة، فيبقى شيكو بنزا موجود بالتبادل معاه يخلق. عشان كده الربط ما بينه وما بين الفينا بيعمل خطورة كبيرة، وشفناها في كل ثلاث مباريات اللي شاركوا فيها سويا، كان بيقدروا هما الاثنين الربط ما بينهم يعملوا فرص لنادي الزمالك. شيكو بنزا كمان بيكمل كأنه رأس حربة، أو بيعمل بشكل ممتاز الحتة الهجومية بجانب عدي الدباغ. ده اللي شفناه في الكورة. طبعا الهدف نادي الزمالك كان بيقوم بعرضيات كتيرة، لكن تأثيرها ما كانش عالي أو ما كانش فيه منها فرص كبيرة. حتى الهدف اللي سجل هدف طبعا خطأ دفاعي من لعيبة فاركو، لكن لعيبة فاركو مقدمة مباراة ممتازة دفاعيا. خطأ فردي، وده قدر نادي الزمالك منه يسجل الهدف. فدي طبعا في تطور للاداء ما ننكرش مباراه عن الثانيه لنادي الزمالك، لكن لازالت في اخطاء محتاجه تدارك. هل نادي الزمالك لسه محتاج حمدي في منتصف الملعب؟ لا، أنا من وجهه نظري نادي الزمالك محتاج حمدي. زي ما قلنا ان الاهلي محتاج قفشه في منتصف الملعب كصانع لعب، نادي الزمالك برضه محتاج حمدي، لانه بمرور الوقت عبد الله السعيد مجهوده البدني بيقل. الراجل ممكن يشارك معاك 40 50 60 دقيقه، لكن بعد كده مجهوده البدني غصب عنه بيتاثر شويه. هو لعيب ملتزم فنيا وبدنيا وكل حاجه، لكن لازم ننظر برضو في الحته دي. انت محتاج بديل حمدي، محتاج طبعا ان هو ياخد فرصه ان هو يشارك مع، وطبعا رجوع طبعا جهاد، او طبعا اي من اللاعبين زي ناصر ماهر طبعا اللي محتاجه نادي الزمالك، لكن محتاج حد تاني يكون جنبه. نادي الزمالك استمر على الوضع ده في الشوط الاولاني، وقدر ان هو يسجل هدف عن طريق شيكو بنزا، لكن شيكو بنزا استمر. المشكله بتاعته ان هو لعيب اناني شويه، فردي شويه، متاخر شويه في التمريرات او الاستعانه بزملائه والربط معاهم عشان يخلق فرص لنادي الزمالك. لكن لعيب واحد على واحد مهاريا بيعمل مشاكل كبيره على الاطراف، لكن ايه فاعليه الحاجات دي في النهايه؟ زملائهم ما بيستفادوش منها، او نادي الزمالك ما بيستفادش منها. هو بيشكل خطوره، لكن الخطوره دي محصلتها ايه؟ مفيش فرص على مرمى المنافسين بشكل كافي. على عكس اخوان الفينا، راجل بيشغل كل اللي حواليه، سواء بلاي ميكر او باك رايت، بيربط مع دونجا، بيوجد له مساحه عشان يستلم منه وياخد الكره وبيلعب. دي امكانيات فنيه وكواليتي لاعب طبعا في حته ثانيه. زي ما في ناس كتير بتتكلم على بن رمضان ان هو لعيب كواليتي عالي في النادي الاهلي، طبعا الفينا كمان كواليتي رهيب جدا في نادي الزمالك. تاني بدأ الشوط الأولاني على كده فاركو، ابتدى إن هو يستعين بمحمد عز والملاح للتنشيط طبعا في منتصف الملعب والحتة الهجومية في رأس الحربة لنادي فاركو. نادي فاركو من الوقت ابتدى يحاول إن هو يعتمد شوية على المرتدات. ضغط نادي الزمالك كان فيه عيب شوية، حتة إن أنا بضغط كبلوك واحد على، أو كومباكت واحد على نادي فاركو، ده كان فيه عيوب. كانش فيه ترابط ما بين الخطوط شويه، كان فيه مساحات ما بين الخطوط، وده كانت مشكله في نادي الزمالك. لكن نادي الزمالك ابتدى ان هو يعمل جبهات. ابتدينا نشوف عبد الله السعيد بيميل على شيكو بانزا، وبيميل على فتوح، ويعملوا جبهه شغل في الجبهه اليسرى. الناحيه الثانيه ابتدى ناصر ماهر يتواجد مع اخوان الفينا وعمر جابر عشان يوجد حلول للتمرير لاخوان الفينا، سواء ان هو بيمرر العدي بقى معاه ناصر وكمان عمر جابر، سواء على الطرف او في عمق الملعب. ده عمل تنشيط لنادي الزمالك على الجبهات. الزمالك ما بقاش يلعب في العمق، لان العمق بقى فارغ تماما. دونجا بيلعب تحت، طبعا لعيبه منتصف الملعب سواء ناصر على الجبهه اليمنى او عبد الله على الجبهه اليسرى، ونادي الزمالك بيحاول على الاطراف فقط. نادي فاركو استغل ده، انه بقى فيه مساحات في منتصف الملعب، الضغط ما كانش فيه ترابط او ما كانش كافي، لانه في مساحه في منتصف الملعب عامله تنفس طبعا نادي فاركو من الضغط العالي لنادي الزمالك. نادي فاركو ابتدى يقوم برضه ببعض التغييرات زي الحسن بيني عشان يقوم بالاستعانه بالسرعات اللعيب الافريقي، او الاعتماد عليه في المرتدات او الضغط على قلبي نادي الزمالك في بناء الهجمات. لكن مع الطرد اللي حصل لفاركو، ابتدى نادي الزمالك الاستحواذ بتاعه يزيد. ابتدى ان هو يستعين ب طبعا اللاعب الفلسطيني ادم كايد على حساب شيكو بنزا، ويستعين ببنتايج على حساب فتوح عشان ينشط الجبهه دي، عشان يقدر الجناح يقوم بالربط مع بنتايج، وشغل بنتايج على الطرف الايسر ويقوم بعرضيات. لكن نادي الزمالك برضو كان محتاج الحته بتاعت الكثافه على 18 او جوه داخل 18. وده ظهر امتى؟ مع نزول الناصر المنسي. شفنا فعاليه على طول، الراجل بيستقبل العرضيه وبيعمل خطوره كان ممكن يسجل منها هدف في مرمى نادي فاركو ويحسم المباراه. نادي الزمالك محتاج انك تواجه لعيب او فرقه اقل منك فنيا ومنقوصه لاعب، محتاج انك تضغط بشكل طبعا متواصل، بشكل فيه فاعليه. التمرير كان بطيء جدا، التحضير بطيء جدا في منتصف الملعب او على الاطراف.
مفيش فاعليه هجوميه، مفيش صانع لعب مع خروج عبد الله السعيد وتغييره ونزول شحاته. طبعا عشان عبد الله السعيد قلنا محتاج ان هو النظر في عدد الدقائق اللي بيلعبها. نادي الزمالك افتقد المايسترو هو عبد الله السعيد. محتاجين حمدي في منتصف الملعب، لعيب زيه يقدر ان هو ينسق لك اللعب في بناء اللعب، يوجد حلول اللعيبه في التمرير في منتصف الملعب عشان يقدر نادي الزمالك يقوم بهجماته او يبني هجماته بشكل اسرع. نادي الزمالك مع خروج طبعا ناصر ماهر كمان بعد كده ابتدى يفقد حته اللعيب صانع اللعب اللي بيربط منتصف الملعب بالحته الدفاعيه بالحته الهجوميه. ونادي الزمالك محتاج انه يبقى فيه ترابط ما بين خطوطه شويه في الضغط العالي على المنافس. ابتدى يبقى فيه ترحيل افضل من المباريات السابقه، لكن لا زالت في مشكله في منتصف الملعب ولا زالت في مساحات في منتصف ملعب نادي الزمالك. نادي الزمالك استمر الوضع كده لغايه ابتدى اخر ربع ساعه تقريبا نادي الزمالك ابتدى ضغطه يزيد، ابتدى يبقى تاثير الفرص افضل شويه، لكن محتاج سرعه. هل نادي الزمالك فعلا محتاج ان هو يستعين بشيكو بنزا كبديل؟ لانه لعيب عنده قدرات، خاصه انك تواجه فرق بتقوم بادوار دفاعيه، خاصه مع الحته الدفاعيه دي لعيبه ترهق بدنيا شويه، فانت محتاج انك تنزل شيكو بنزا في الشوط الثاني لوجهه نظري. مع الحته البدنيه العاليه بتاعته والسرعات اللي عنده والمهاره بتاعته هيقدر يستغل الحته دي افضل من ادم كايد، لان الريتم بتاع ادم كايد يمكن هادي شويه. لعيب مهاري بيقدر ان هو يربط مع اللعيبه ويقدر ان هو كان نادي الزمالك ابتدى يستعين بيه ان هو يخش في العمق شويه يلعب كصانع لعب في اخر 10 دقائق من المباراه. مع نزول احمد شريف. احمد شريف لعيب ممتاز، انت كان يعني محتاج انك تنزل احمد شريف عشان يلعب راس حربه مع ناصر ماهر، لعيبه بتخش العمق. ويمكن ده شفناه في اكتر من لقطه لاحمد شريف مع فرصتين للتسديد ما قامش بيهم بشكل كويس، لكن لعيب عنده حته هجوميه بشراسه اكتر زي شيكو بنزا، يقدر ان هو يخش مع راس الحربه ناصر منسي ويعمل خطوره لنادي الزمالك داخل 18 ويستغل الكور العرضيه اللي كانت بتتلعب او الكور اللي بيخش بينها اخوان الفينا للعمق ويصنع للاعبين. هل المدير الفني محتاج ان هو يعيد نظر الحته بتاعت التغيير، ابدا بمين وانزل مين مع الفرق الدفاعيه؟ لانه طبعا تشكيله او طريقه اللعب مع الفرقه اللي بتقوم بالحته الدفاعيه غير مع الفرق اللي بتبادل او بتحاول تبادل نادي الزمالك في الحته الهجوميه. في بعض المباريات من وجهه نظري محتاج انك تبدا بشكل قوي وتقدر بعد كده تلعب بلعيبه رتمها اقل شويه لكن تاثيرها في التمرير افضل. دور حارس المرمى محمد صبحي هو اللعيب الوحيد اللي كان محسسني بالسرعه في بناء اللعب. لعيب ممتاز جدا. قلنا على الكور اللي بيلعبها على طول اخوان الفينا بيحاول ان هو يبني الهجمه بسرعه. اخوان الفينا في ربط ما بينه وما بين صبحي كمان يمكن ناس كتير ما تاخدش بالها منه. بياخد الكوره بيلعب سواء للديفندر بتاعه او عبد الله السعيد بيحاول ينقل الكوره بسرعه عشان نادي الزمالك يستغل نقص العدد دي، لانه مهما تكتل برضه الفريق الناقص عدد دي غصب عنه هيبقى فيه مساحه، غصب عنه في فريق بيلعب بلعيب زياده. يبقى انا استغل اللعيب الزياده ده، سواء ان انا ازيد الكثافه بتاعتي في نص الملعب وازود الحته بتاعت الهجوم بتاعته في منتصف الملعب او العب على العمق، او ان انا ازود حته بتاعت راس الحربه والعب باثنين واحاول ان انا انهي المباراه. لكن لعيب او فرقه زي نادي الزمالك فرقه قويه عايزه تلعب وتنافس محتاجه ان هي تبين شراسه اكتر من كده، خاصه مع منافس زي ما قلنا ممكن مع احترامي ليه يبقى اقل شويه فنيا وكمان اقل عدديا في المباراه. ده انا محتاج ان انا اكسب واثبت واعمل سكور على الفريق ده عشان ابعت رساله للمنافسين، وده هينفعني كمان في المباراه السابقه في استقبال المنافسين ليا. ان هو مع يعني طبعا الحته بتاعت الفنيه والحته المعنويه بيفرقوا في المباراه. فرقه تكسب بسكور هتوجه رساله للجميع ان انا منافس ومنافس شرس وعندي قدرات فنيه كبيره. محمد صبحي كمان تطور في الحته طبعا الدفاعيه بتاعته. الراجل بقى بيخرج على العرضيات بشكل ممتاز، بيخرج الكور سواء بقى بالبوكس او ان هو يقدر ان هو يستحوذ على الكور. فانا مش عايز اغفل الحته دي عند محمد صبحي، لانه اثبت لي او ان هو اداني شعور ان هو لعيب او حارس مرمى كبير لفرقه كبيره بتنافس وعايز فرقته تسجل ويبقى لها حضور وتحسب المباراه. في النهايه 3 نقاط لنادي الزمالك في تطور ولو طفيف في بعض الاداء، لازالت في اخطاء. اعتقد طول الوقت المدير الفني عنده حته بتاعت الدرايه وبيحاول ان هو يتطور، سواء ان هو يقرا المنافسين او يقرا الامكانيات بتاعته الفنيه بتاعت اللعيب بتاعه او الرؤيه الفنيه عامه لطريقه اللعب بتاعت الفريق. حاجه اخيره مش عايز انساها هي التطور اللي حصل للجماهير في مباراه النادي الاهلي وغزل المحله. شكل رائع جدا، شكل رائع وجميل جدا. تقدر انك يعني تشغل طبعا الساوند بتاعك وتعزل الاصوات كلها وتسمع بس اصوات الجماهير. المباراه كانت ممتعه جدا جماهيريا سواء من غزل المحله او جماهير النادي الاهلي. كمان مباراه نادي الزمالك بفرق
ما تعيد المباراه تاني كده وتسمع تشجيع وتعليق. اشكر المعلق طبعا بتاع النادي او قناه نادي اون سبورت، انه الراجل ادانا مساحه شويه ان احنا نسمع الجماهير ونسمع التشجيع الجميل اللي كان في المباراه. وكمان في مباراه النادي الاهلي وغزل المحله، اصوات هنا وهنا وتشجيع وتطور لاداء الجماهير. نتمنى ان هو يستمر اكتر من كده، وخاصه في المباريات الجماهيريه هيخلوا المباراه ليها شكل يعني مختلف تماما واروع بكتير من انك مجرد انك بتتفرج على مباراه ما بين لاعبين. لا، انت شايف مباراه تانيه في المدرجات، بتزيد متعه المباريات دي. بشكر طبعا الجماهير كلها، ونتمنى ان هي طبعا تستمر الوضع ده كده، طبعا بدون وجود عنف او وجود طبعا هجوم على اللاعبين، او يبقى الشكل الفني بتاع الروح الفنيه اللي الجماهير بترسمها يبقى شكل جميل من غير اي تشويه ليها. وتبقى المباراه طبعا بتدي حماس للاعبين في المباراه، وبيزيد طبعا جمال المباراه واستمتاعك بالمباراه وتطور الدوري المصري. هيساعدنا كتير جدا في حاجات كتير جدا، سواء في تسويق الدوري ده او تطوير الدوري. دعوه لاخواتنا في غزه، في السودان، في كل الدول العربيه والاسلاميه، ربنا ينصرهم ويحقن دمائهم.